مساء الخير. أشرف فايق، مخرج سينمائي سابقا. أنا فرحان لسلوى، وقلت لها جملة النهاردة في الفطار. قلت لها أنا فرحان لحب الناس ليكي، سواء القاعة اللي سقفت جدا أو على السوشيال ميديا لتكريمك. وزي ما حد من الزملاء قال، كل حاجة بتيجي في وقتها. أنا نفسي أعرف تجربة سلوى، انها ازاي بتقدر، لان دي ماده مهمه جدا بتدرس في المعهد العالي للفنون المسرحيه، بيسموها التمثيل السينمائي. لانه الممثل المسرحي احنا بنقعد نعاني طول الوقت. وانا بشرف ان انا بدرس الماده دي النهارده للاجيال الجديده اللي مش عارفه الفرق في التمثيل المسرحي، او ازاي انت تبقى ممثل مسرح وازاي تبقى ممثل سينمائي بهذه القدره. فتجربه سلوى فريده ومختلفه، ووصلت لدرجه من وانا عارف انا بقول ايه، من العالميه كممثلة سينما أو كممثلة تلفزيون. ووصلت لأنها بقت بتدرب ده. يعني إزاي عرفت تشتغل على نفسك كده؟ وأنا متابعك من زمان، من أيام ما كنا طلبة في المعهد، معهد سينما ومعهد فنون مسرحية ومسرحيا وكذا وكذا، من غير زي ما احنا بنقول إيه، استعراض عضلات. إزاي عرفت تعملي كده؟ لأن دي تجربة مهمة جدا للممثلين. اعتقد للاجيال الحاليه اللي لسه هيطلعوا، اللي طلعوا خلاص وبقوا موجودين. لانه في مشكله دايما بتبقى عند، انت فاهماني اكيد، والا ما كنتيش عملتي كده بهذا النجاح في الفيلم او الفيلمين اللي انت عملتيهم. كنوع تعالي نقول بتدربي الممثلين ازاي يبقوا ممثلين لهذه الشغلانه الساحره، السينما اللي هي زي ما احنا عارفين فاضحه، وان بالعدسات بتجيب عينك بس، او تجيب كذا او تجيب كذا. عايزين التجربه دي حتى لو في عجاله، لو الوقت لا يسمح، لانه طبعا احنا كل السوشيال ميديا ده بيتنقل، مش لازم الناس كلهم يبقوا معانا، بس لانه احنا يعني انا بعاني معاناه غير عاديه، لاني بقعد اقول تفاصيل التفاصيل في الشغلانه، لانه الانتقال ما بين التمثيل على خشبه المسرح ولكاميرا السينما او لكاميرا التلفزيون موضوع كبير قوي. ومبروك التكريم.